كسرة الخساس كيما يحب الخاطر مبسة وتجي كيما الكاطو. حبيت نوضح لكم باللي ما تبدلوش من رواحكم غير على خاطر الناس، بصح بدلوا اذا حسيتوا باللي راح ترتاحوا وتعيشوا بطريقة تكون اقرب ليكم. ورجاء ما تقولوش لاي واحد اسمع وتحمل واصبر، لان كل خطوة يديرها الانسان راهي من اجل نفسه ومن اجل يكون خير لنفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة همساتي وصفاتي. نبدأ بسم الله مع الوصفة كسار خساس ما شاء الله، مقادير مضبوطة وتجي ما شاء الله. هنا كما راكم تشوفوا راني نكيل الزبدة تاع لابيض تاع 500 غرام. درت هنا 5 بيض زبدة. نخلطوا هذاك السميد يكون يعني من نوعية متوسطة نورمال. نضيفوا الملح، يعني ما كل خبزه ديروا لها مغرب صغيره تاع القهوه هذيك، وعلى حسب الذوق تاعكم. هذا الكسره اخواتي تجي ما شاء الله. هنا ضفنا ملعقه تاع القهوه الصغيره خميره فوريه، وزدنا درنا نص باطه تاع زيت. ما تقوليش زيت بزاف بيسكر كسره رخصص لازم تجي مبسه. هذا مكان المهم بسستها مليح وكيتها بيديا مليح. نزيدو تحبوا في الصيف ما تدفيوش الماء وما تسخنوش، ديروه طول من الروبينو، لكن عاد الحال بارد دفيوه شويه. نبداو نبلو فيها بالعقل حتى تسلم، ما تجي طريه ما تجي يابسه كيما راكم تشوفوا في الصاله. هكا تلموها مليح يعني، وتبقاو تليدو فيها، يعني ما تعجنوهاش بزاف دخلوها فقط مليح. ما تحتاج ترتاح، تحبوا ما تخليوهاش ترتاح يعني طيب ليه هاد الكسره. هنايا اني نعتلكم كيفاه تلموها مليح، يعني ما تتعجنش بزاف هكذا، تبقاو تدلكوا فيها هكا باش هذيك الكسره ما تجيش فيها تشققات. يعني حاجه سهله وفي يعني 10 دقائق تكونوا طيبوا فيها. نقصوها على 5 خبزات، وكذلك الطريقة أخواتي ديروها بنفس الطريقة بالكاس. تحطوا 5 كيسان، تحطوا نصف كاس، وتحطوا ملعقة صغيرة تاع الخميرة والملح والزيت تاني ديروا نصف الكمية كيما درت بالباطا تاع لابيض. هنا قرصتها، نزيد نعتلكم المرة الثانية كيفاه قرصتها. هكا تلموا داخل مليح هكا وتكوروها، ما تخليوش التشقق داك اللي يجي من تحت من بعد باسكو راهي تتكسر لكم. لكن نطلب من اخواتي المبتدئات يديروا يعني قريصات صغار ويطرحوهم، ويقدروا يديروهم على ورق الزبده ويحطوها ويطيبوا باش تجيهم سهله. هنا نطرحها، شوفوا يعني تمشي ما شاء الله هكذا. اطرحوا يعني طرحوها في كل الاتجاهات ومن بعد دوروها فقط بيديكم. هذه هي الطريقه انا اللي نستعملها. تحبوا تطرحوها كامل ومن بعد توليو تطيبوا. نكونوا حنا وجدنا الطاجين تاع الحديد، هذه طيب الطاجين تاع الحديد ولا الطاجين تاع القرصه تاع بكري، هذاك الاملس يعني اللي ماش اللي نطيبوا فيه الكسره العاديه. هكذا تعدلوها بيديكم. من بعد ما كملت الطريحه تاعها يكون الطاجين تاعنا سخن. المبتدئات كيما نقولكم حطوها فقط فوق ورق الزبده وهزوها وديروهم صغار. نوصيكم ديروا قريصات صغار تعلموا فيهم، وديروا الطريقه تاع الكاس 5 كيسان بنفس الطريقه تاع الباطه تاع الزبده. هذه هي الكسره، ما تقولوش الزيت فيها بزاف، لازم تكون هكا. هنا اللوحه في الطاجين تكون النار يعني دليله شويه باسكو الطاجين تاع الحديد يحرق الكسره. هاني بعد ما قلبتها شوفوا ما شاء الله يعني طيابها جا يعني تحفه، يعني منظر يشهي. ديروا بهذه الطريقه، تبقاو تدوروا فيها هكذا باش تطيب كامل مع بعضها.
والطياب تاعها ما شاء الله يعني طيب ليه يعني ما تبطاش في الطياب. شوفوا اللون يعني كيفاه جا، والذوق تفطروا بها، تشربوا بها الحليب، القهوة، تاكلوا بها الحميص، تشربوا بها البن، يعني تحفة تحفة كي نقول لكم قاطو قاطو. ان شاء الله تعجبكم الوصفة اخواتي. ما تنسوناش بالدعم بالاشتراك واللايك والتعليق المحفز. بارطاجيو القناة والفيديو باش يتعلموا بناتنا واخواتنا. هذا مكان ان شاء الله تعجبكم الطريقة، ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.